النهاردة هنعمل مع بعض زلابية ال10 دقايق. زلابية مقرمشة جدا من بره ومن جوه طرية وهشة جدا وشاربة الشربات بتاعها وطعمها تحفة. مكوناتها بسيطة جدا وموجودة في كل بيت، وهقول لكم كمان على طريقة تشكيل سهلة وبسيطة عشان يطلع شكلها مدور كده. شايفين شكلها حلو قد ايه؟ مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هنبدأ بيها هي الشربات، لان الزلابية بتحتاج شربات يكون تقيل وبارد. هنحتاج 3 كوبايات سكر، هزود عليهم 2 كوبايات مية، وهزود عليهم كمان معلقة كبيرة تكون مليانة كويس من عسل الجلوكوز، ونقدر كمان نستبدلهم بربع كوباية من عسل النحل. طبعا عسل الجلوكوز بيمنع عن الشربات بتاعنا يسكر، وكمان بيخلي طعم الشربات مش مسكر قوي. وبناخد الشربات ده بنرفعه على نار متوسطة، واول ما يبدأ في الغليان هنديله عصير نص ليمونة، وهنسيبه على نار متوسطة لمدة 10 دقايق كمان. بعد كده بنطفي النار وبنديله ظرف فانيليا ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنسيبه لحد ما يبرد خالص. تعالوا بقى دلوقتي عشان نجهز عجينة الزلابية. المكونات بتاع العجينة بسيطة جدا. في الاول كده هنحتاج 3 كوبايات دقيق متعدد الاغراض، هزود عليهم معلقة كبيرة خميرة فورية وزنها 10 جرام، وهزود كمان معلقة كبيرة سكر ومعلقتين كبار من لبن البودرة. لبن البودرة طبعا اختياري، لو مش متوفر نقدر نستغنى عنه. وهضيف كمان معلقتين كبار نشا ومعلقتين كبار من بودرة الكاستر. بودرة الكاستر لو مش متوفرة كمان نقدر نستبدلها بنشا. وهضيف كمان ربع معلقة صغيرة من الملح او رشة ملح صغيرة، وهنقلب بقى كل المكونات الجافة دي مع بعض كويس. دلوقتي بقى هنبدأ نضيف المية. هنحتاج 2 كوبايات من المية الدافية. المية كمان ما تكونش سخنة، يدوب بس دافية، عشان لو المية سخنة هتبوظ الخميرة ومش هتخليها تتفاعل. هنضيف المية على مراحل كده، واول ما العجينة بتتشرب المية بنضيف شوية كمان، وهنبدأ نقلب بقى بالطريقة دي. نقلب بايدينا كده او بالمضرب اليدوي او بالعجان، كله هينفع. عايزة اقول لكم بقى ان العجينة اخدت معايا بالظبط 2 كوبايات من المية. طبعا دي بيختلف من نوع للتاني في امتصاص السوائل، فممكن عجينة تحتاج معانا اكتر من كده مية، وممكن عجينة تانية تحتاج معانا اقل من كده مية. اهم حاجة بس نعجنها كويس جدا، وكمان ما نضيفش المية مرة واحدة، لا بنضيفها كده على مراحل. نزود كمان شوية مية كده ونقلب كويس. نعجنها بقى كويس جدا كده حوالي 3 دقايق كمان، لحد ما كل الكلاكيع والكتل اللي فيها دي تروح. شايفين قوام العجينة بعد ما عجنتها كويس عامل ازاي؟ القوام بتاعها متوسط، مش تقيل ولا خفيف. وكمان لما نيجي نختبرها كده نلاقي ان العجينة بتقطع معانا بالشكل ده، مش بتعمل معانا خط طويل كده لازق في بعضه، لا بنلاقيها بتقطع معانا بالشكل ده. دلوقتي هنزود عليها 3 معالق كبيرة زيت. الزيت طبعا بينعم العجينة وبيخلي القوام بتاعها حلو. الزيت كمان هنضيفه في الاخر خالص بعد ما بنعجن العجينة كويس. كده خلاص عجينة الزلابية بقت جاهزة. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ القوام يكون متوسط بالشكل ده. هنلم بقى العجينة بتاعتنا كده، وبعدين نغطيها ببلاستيك راب ونسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. هنسيبها من ساعة لساعة ونص لحد ما حجمها يتضاعف. ده شكلها بعد ما خمرت. انا سبتها تقريبا ساعة وحجمها اتضاعف بالشكل ده. نشيل بقى البلاستيك راب ونبدأ نفضي الهواء اللي في العجينة، ولازم نفضي الهواء اللي في العجينة كويس جدا قبل التشكيل. هنشكل الزلابية النهاردة بطريقة سهلة ومش متعبة خالص. هنجهز بقى كيس حلواني او كيس بلاستيك عادي من اكياس التلاجة، وهنبدأ نحط فيه كده كمية من العجينة. بعد ما بنحط عجينة الزلابية في الكيس لازم نخرج منه اي هوا زيادة، وبعدين بنعمل فيه فتحة كده من الاخر. في الاول كده احنا لازم نقلي الزلابية على مرحلتين عشان تطلع مقرمشة. هنجهز طاسة على النار فيها زيت سخن وغزير، بس الزيت ما يكونش سخن قوي. هنبدأ بقى نشكل الزلابية. نبل المعلقة بتاعتنا الاول كويس بالزيت، ونبدأ نشكل بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. متوفر بقى عندنا معلقة زي دي نستخدمها، او نستخدم معلقة الشاي العادية. دي اسهل وابسط طريقة تشكلوا بيها الزلابية، وكمان الزلابية هتطلع شكلها مدور كده وشكلها حلو. شايفين اول ما بنحط الزلابية كده في الزيت بنلاقيها انتفخت معانا واخدت شكل مدور. يبقى اهم حاجة الزيت بتاعنا يكون ساخن كويس، والمعلقة اللي احنا هنشكل بيها لازم نبلها كويس بالزيت. وزي ما اتفقنا هنقلي الزلابية النهاردة على مرحلتين.
نفضل بقى نقلب فيها تقليب مستمر كده، واول ما بتاخد اللون الذهبي الخفيف ده بنطلعها على طول. نفضل نقلب فيها بقى تقليب مستمر كده عشان تاخد لون من كل الجوانب، واول ما الزلابيه بتاخد لون ذهبي خفيف بنطلعها على طول. نحاول كمان ما نغمقش لون الزلابيه عن كده عشان لسه هنقليها مره تانية. شايفين اول ما بتاخد اللون الذهبي الخفيف ده بنطلعها. كمل بقى الدفعه التانية بنفس الطريقه. الزيت بتاعنا سخن، النار شغاله على درجه حراره متوسطه. نبل المعلقه كويس بالزيت ونبدا نشكل الزلابيه، وبين كل واحده والتانية كده لازم نبل المعلقه بالزيت عشان العجين ما يلزقش في المعلقه. مش بتاخد مننا اي وقت خالص، وكمان طريقة التشكيل سهلة وبسيطة جدا، وكمان مش متعبة خالص. واول ما الزلابية بقى تاخد لون ذهبي خفيف ولونها يتغير كده نطلعها. ده كده شكلها بعد القلية الاولى. الزلابية بتبقى واخدة لون ذهبي خفيف، وكمان بتبقى طرية جدا. لما هنقليها مرة تانية، المرة التانية دي هي اللي هتديلها القرمشة الحلوة. شايفين طرية ازاي؟ بضغط عليها طرية جدا. وطبعا بعد ما بنخرج الزلابيه كده من الزيت بنحطهم في طبق كبير وبنرصهم كده جنب بعض. هنسيبها بقى لحد ما تبرد خالص، وبعدين نرجع نقليها مره تانية. هنبدا بقى نقلي الزلابيه مره تانية في نفس الزيت، نستنى عليه لحد ما يدفى شويه، وهننزل بالزلابيه وهنبدا نقلبها كده تقليب مستمر لحد ما تاخد لون من كل الجوانب. نفضل بقى نقلب فيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. وطبعا لما بنقلي الزلابية على مرتين بتطلع بقى مقرمشة قرمشة رهيبة، وكمان مش بتبقى شاربة اي زيت خالص. نقلب كده تقليب مستمر لحد ما تاخد اللون الذهبي ده. اول ما بنلاقي الزلابية اخدت اللون الحلو ده بنطلعها على طول وبنحطها في الشربات. والشربات بتاعنا طبعا بيكون تقيل وبارد، احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو. هنطلع بقى الزلابية من الزيت، نحطها كده في الشربات ونقلبها في الشربات كويس، ونسيبها كمان تقريبا دقيقة واحدة بس. شايفين ما شاء الله الزلابية واخدة لون حلو جدا، وكمان الزلابية كلها طالعة بحجم بعض. هكمل بقى الزلابية كلها بنفس الطريقة. الزيت بتاعنا يكون دافي، الزيت يكون دافي ما يكونش سخن. هنحط الزلابية ونقلبها كده تقليب مستمر لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. اول ما بتاخد اللون الذهبي الجميل ده بنطلعها على طول وبنحطها في الشربات. هنسيبها في الشربات لمدة دقيقة واحدة بس وبعدين نطلعها. عايزه اقول لكم بقى ان هي مقرمشه جدا من بره، ومن جوه شاربه الشربات بتاعها كده، وطعمها تحفه. اضافه النشا والكاستر واللبن البودره بيفرقوا جدا في الطعم، وكمان بيدولها قرمشه حلوه جدا. جربوها بنفس الطريقه كده وانا متاكده ان هي هتعجبكم. هسيب لكم كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف. بالنسبه لحجم الكوبايه اللي انا استخدمتها النهارده، استخدمت كوبايه بحجم 220 مللي، يعني زي المج بتاع الشاي كده. تقدروا كمان تستخدموا اي كوبايه عصير، بس اهم حاجه تعايروا كل المكونات بنفس الكوبايه. هستناكم بقى تجربوها بنفس الطريقه كده وبنفس المكونات، وكمان ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات على الفيديو. بس انا كده خلصت فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا القناه وتحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.